ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وخير وسعادة. لو نفسكم في فطير شرقي ومستصعبين طريقته وفرده وعجنه، لا، النهاردة هنعمل أبسط طريقة للفطير الشرقي. أبسط وأسهل وأسرع طريقة للفطير الشرقي. مورقة معانا كلها طبقات، هنعمل حشو حلو وحادق. ويا جماعة بجد الطريقة دي هتعتمدوها لأنها سهلة جدا جدا. كل ما هيبقى على بالكم فطير شرقي هتقوموا تجربوا الوصفة دي. سهلة، سريعة، مورقة، حشواتها حلوة قوي، بسيطة جدا، ومع كوباية شاي واستمتعوا بأحلى فطير شرقي. عندي طبق كبير هحط كمية من الدقيق، وبعد كده هحط كمان حليب بودر، رشة ملح صغيرة جدا، وهحط كمان معلقتين كبار من زيت الزيتون. هقلب المقادير بتاعتي كويس كده مع بعض، وبعد كده هعجن بمية دافية، مية فترة، سوري، مش مية دافية خالص، مية فترة، ما تكونش دافية وما تكونش سخنة، تكون مية عادية من الحنفية جدا. هبدأ كده أعجن لغاية ما توصل معايا ان هي بتلزق في الايد وفي الطبق. اول ما توصل معايا ان هي بتلزق في الايد وفي الطبق، بوقف مية خالص، وهبدأ ألم العجينة بتاعتي ب3 معالق كبار من الزيت. بصوا بتلزق ازاي، بتلزق جدا. اللي هيظبط بقى القوام بتاع العجينة بتاعي ال3 معالق كبار الزيت دول، هما اللي هيظبطوا العجينة جدا. هبدأ كده ألمها لما كده بسيطة قوي. بصوا بقى خلاص ما بقتش تلزق ولا في الإيد ولا في الطبق، وبقت طرية وخطيرة. ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له. العجينة لازم تكون طرية جدا جدا عشان تستوي معايا بسهولة وتورق بسهولة وما تعجنش. هغطيها بقى ببلاستيك راب او كيس تلاجة، وهسيبها ترتاح نص ساعة. ما فيهاش خميرة، بس لازم اسيبها ترتاح عشان تتفرد معايا بمنتهى السهولة. لازم بقى يكون في الكونتر طبقة كده من الزيت. بصوا العجينة خطيرة، طرية جدا. طبقة من الزيت كده علشان خاطر تتفرد معايا بسهولة وما تلزقش في ايدي ولا في الكونتر. انا هقسمها ل6 قطع كده متساوية، لان انا هعمل كده العجينة بتاعتي او الفطيرة بتاعتي تكون حجم وسط. عايزين حجم اكبر شوية، قللوا القطع شوية، وممكن تضاعفوا كمان الكمية، تعملوا كمية حجم وسط بتبقى خطيرة. هغطي كده العجين بتاعي بطبقة كده من الزيت عشان ما تنشفش معايا، وهغطيها برضو بكيس تلاجة. هبدأ افرد زي ما انتوا شايفين كده. الفرد بقى مش محتاج نشابة، لان الفرد سهل جدا جدا جدا. هتحسوا ان هي بترجع معاكم شوية، بس فردة مع التانية هتلاقوها اتظبطت وما بترجعش وما بتتقطعش، والعجينة ماسكة نفسها كده وبتتفرد. بصوا بمنتهى السهولة، مش محتاجة نشابة، مش محتاجة اي حاجة. هفضل افرد فيها لغاية ما احس ان العجينة بتاعتي بقت شفافة. اول ما اوصل للسمك ده ان هي العجينة بتاعتي بقت شفافة، خلاص بوقف فرد وابدأ نحشي بقى الحشوات اللي على بالكم. انا دي هحشيها حشو حادق حلو، فهحشيها جبنة كريمي، جبنة كاسات، جبنة موتزاريلا، اي جبنة تبقى طعمها كده حلو بنحشيها. انا حشيتها جبنة كريمي، طبقة كده كويسة على العجينة بالمعلقة كده، وهبدأ افردها كلها، غطي العجينة بتاعتي كلها بالجبنة. بعد كده هبدأ اطبقها زي ما انتوا شايفين كده، بالراحة كده بلم العجينة على بعض، وابدأ اضغط وافرد تاني برضو كده. واهم حاجة لازم كونتر وايديكم يبقى فيهم زيت. كل ما كان فيهم زيت كل ما كانت الفرد سهل جدا. وهبدأ افردها كده. خلاص كده جهزت معايا اول فطيرة، طبق فيه دهنة كده من الزيت كويسة، وهبدأ اركنهم معايا لغاية ما نخلص الكمية كلها. هنعمل واحدة تانية، كل واحدة بنبدأ فيها بتبقى فردها اسهل من الاولانية، بتتفرد معايا بسهولة، وبتبقى يا جماعة بجد فردها خطير، مش بتتقطع معاكم. حتى لو اتقطعت حتة او 2 كده مفيش اي مشكلة، العجينة ماسكة نفسها. هبدأ افرد قوي لغاية ما تبقى معايا العجينة شفافة، بوصل للسمك كده، خلاص بوقف وابدأ احشي بقى. هنحشي برضو جبنة كريمي زي ما قلت لكم. بقى الحلو ممكن تحشوا جبنة كريمي، كاسات، موتزاريلا، زي ما انتوا عايزين. بفرد العجينة كلها كده، بملاها طبقة من الجبنة، وهبدأ اطبقها زي التطبيقة اللي فاتت بالظبط، نصين
وبعد كده بطبقها كمان نصين، اطبقها كده تاني وافرد بقى لغايه تبقى معايا كده حجمها وسط وحلو كده. كده خلاص الحلو معايا بقى جاهز. كمان ممكن تعملوه ساده، وتطبق يعني تفردوه فردة وما تحشوهاش وتطبقوها وبتسووها عادي، وبعد كده بنرش عليها في الاخر سكر بودر، بتطلع خطيرة. انا عملت كده برضو. ده بقى الحادق بتاعي. هبدأ افرد كده لغاية ما احس ان كده خلاص السمك بتاعها بقى شفاف جدا. انا حشيت حشوتين، حشوة جبنة شيدر وجبنة شيدر وتركي مدخن. ممكن برضو تحشي موتزاريلا، رومي، زيتون، وتحطوا مثلا جواها برضو خضار. خطيرة. ممكن تحشوها بسطرمة، الحشوات اللي انتوا عايزينها اللي بتحبوها تقدروا تحشوها. اول ما اوصل بس ان القوام بتاعي يبقى شفاف، خلاص على طول بقى بحط اي جبنة انتوا عايزين، جبنة شيدر، موتزاريلا، رومي، ممكن تحشوها كمان بسطرمة، تركي، زي ما انتوا عايزين. هطبق كده، ولو اتقطعت معاكم حاجات بسيطة كده ما تقلقوش، العجينة بتتلم تتطبق، بنعجن تاني، بنفردها تاني، مبقاش فيه اي اثر لاي تقطيع، بالعكس خالص. دي كمان واحدة هحشيها برضو جبنة شيدر وتركي مدخن. يا جماعة بجد لازم تجربوا الطريقة بتاعت الفطير دي، سهلة سريعة، طعمها بيبقى رهيب، خطيرة جدا، وما بتتفردش بقى بصعوبة، بالعكس كمان بتستوي بقى في اقل من الدقيقة. عندي بقى خلاص كده خلصت كمية العجين بتاعي. دي بقى هعملها سادة زي ما وريتكم، وبنعمل بقى عليها رش عليها سكر بودر، بتطلع رهيبة رهيبة. ممكن كمان لو عايزين تحشوها مربى بتطلع برضو خطيرة. انا عملتها سادة، مرضتش احشيها اي حشوات، وممكن نرش عليها بقى من على الوش كده سكر بودر، بتطلع رهيبة. لازم بجد تجربوها. طاسة سخنة بقى كده، هدهنها دهنة زيت، وهبدأ اسوي. الطاسة تكون سخنة جدا، احط الفطيرة بتاعتي وههدي النار، وهسيبها بقى تستوي وتاخد وش من على الجنبين. بتستوي فعلا في اقل من دقيقة، واغطيها واخلص الكمية بتاعتي ونقطعها بقى، واستمتعوا بافضل طريقة للفطير الشرقي يا جماعة. الحلو بقى هنحط عليه عسل، سكر بودر، بتطلع خطيرة. بصوا مفيش افضل ولا اسهل ولا اسرع من الطريقة دي للفطير الشرقي. هتعجبكم جدا، هتبقوا مدمنينها وهتكرروها كتير. بصوا بقى الطبقات خطيرة. الفطيرة شربت الجبنة بس طعمها خطير. ممكن تحشوها اي حشو انتوا عايزين، تطلع بقى مورقة معاكم خطيرة، مع كوباية شاي بقى بتبقى تحفة. الحادق كمان بتاعي الحشو فيه باين، التركي مع الجبنة الشيدر. يا جماعة بجد رهيبة. استمتعوا بأحلى طريقة وأسهل طريقة للفطير الشرقي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة، وبجد ألف هنا مقدما، لازم تجربوها، هتعجبكم جدا.